امين التنسيق هيضرب قوي قوي فوق ما تتخيل. يعني انا بصراحه انا هسمع عن رقم اكيد ما سمعتوش قبل كده، رقم كبير جدا اللي هو يدخل كليه تجاره. يعني ممكن الموضوع يوصل لحد 97 حاجه زي كده، عشان في مدرسه كامله اصلا. كمان ده في مدرسه كامله كل الطلبه اللي فيها جايبه فوق ال 96%. الغش عمل ايه؟ عمل مفعول السنه دي. فانا بتكلم في نقطه ايه؟ في كتير. بصوا بقى، فالاتجاه كله ان هيخلي الطالب دخوله ان شاء الله هو طالما انت بتعلي ايه؟ ما هو اما تلاقي كل الطلبه جايبه فوق رقم معين. يعني مثلا انا اول مره اشوف في مدرسه، يعني المدرسه انا بقول لك اللي عليها دي 97 مثلا، انا متعود دايما ان الطالب فيها بيجيب كام في المية؟ ده اقصى حاجه. الطلبه كلها جايبه، يعني طالب جايب 95 ونص 95 ونص. هو دخول الجامعه السنه اللي فاتت كان من كام؟ حد فاكر؟ لا 94 و22 من 100%. ده السنه اللي فاتت دخول جامعه ايه؟ القاهره. فانا بقول هو هيخلي هو الناس في الجامعه او ايا كان بقى وزير التعليم العالي مجلس اعلى جامعات هيسمح لكل الطلبه دي تخش جامعه؟ لا. امال هيعمل ايه بقى؟ هيعمل عقده في منشار. عقدته اللي هو يعملها ايه بقى؟ ان هو ناوي باذن الله يخلي الطالب، ولو ساب الدنيا كده سايبه والتنسيق زي ما هو مش هيحصل. هيعمل ايه؟ هيلعب اللعبه اللي بيلعبها كل سنه لو درجات عاليه. يعمل ايه؟ يعلي التنسيق وفي نفس الوقت يصعب المعادله. هيعلي التنسيق وفي نفس الوقت هيصعب المعادله. مين الماده اللي في المعادله اقدر اصعبها والطالب مهما حصل ممكن يقع فيها؟ الانجليزي. في سنه من السنين مثلا سنه 2020 احنا كنا متخيلين دي كانت سنه الايه؟ حد فاكر؟ كورونا 2020. انا كنت متخيل ان مفيش حد داخل جامعه اصلا من ايه؟ في الدفعه دي. طيب ليه؟ لان الطلبه في سنه ثالثه ثانوي جابت درجات وحشه. فالتنسيق نزل، في عيال كتير دخلت. كل ما التنسيق ينزل ناس كتير تدخل. بس انا بقول لك برضو ان طالما هيحط الحمل على المعادله يبقى معناها الطالب اللي بيذاكر ولا هيخش بس؟ الطالب اللي بيذاكر. مفيش حاجه اسمها الطالب اللي الشاطر دي، والله العظيم ما هتحصل. الطالب شاطر دي والله ما هتحصل. الطالب اللي بيذاكر، لان ممكن تكون شاطر وما بتذاكرش. ففي ايه بقى؟ احنا يا جماعه الموضوع بقى اسهل فوق ما تتخيل. احنا ايام منهج 2019 ومنهج 2020 اقسم بالله اتقل منهج درسته للطلبه. كان عندنا كام قاعده في اللغه الانجليزيه؟ 11. كان عندنا قاعده اسمها يعد ولا يعد، وانواع الجمل وادوات المعرفه وانواع الافعال وانواع الضمائر، بلاوي زرقاء. احنا عندنا دلوقتي قاعده واحده بس بنشرحها اسمها قاعده ايه بالعربي؟ الازمنه. قاعده واحده بس من ضمن الايه؟ من ضمن ال 11 قاعده بتتشرح عندنا. تعالي هنا. فاحنا الموضوع مش صعب والله، هو هيشتغل على الانجليزي. هو بقى هيقول لك ايه بقى؟ تعالى اللي بتحط امتحان انجليزي او مسؤولين بيبقوا دكاتره، شويه دكاتره كده مسؤولين عن ماده انجليزي وبيحطوا الامتحان. تعالوا اللي مسؤول عن امتحان انجليزي، تعالى صعب لي الامتحان. مش عايز الامتحان يتحل بسهوله. طيب هو مهما يصعب، لو انت فاهم والله العظيم مهما يصعب الدنيا، انت لو هنفترض امتحان ايه؟ امتحان السنه اللي فاتت كان كام سؤال؟ 50. انت جالك من الازمنه اقل حاجه كام سؤال؟ 40. انا مطلوب مني انجح اصلا من 50 اجيب كام؟ 25. لا، اللي هيقول لك كده يبقى كذاب. اعلى مني شويه. يعني مثلا نجاح من 50 بدل 25 زود 5 كام؟ 30. عشان تبقى في الامان، عشان الجامعه لها حسبه مختلفه ما بنعرفهاش. دايما كنا نقعد نقول هاتوا النص، ولو جبت اعلى من النص بشويه يعني هاتوا النص عشان تخش ايه ان شاء الله؟ انتساب. طب لو اعلى من النص بشويه بتخش ايه؟ انتظام. احنا مش عارفين حسبه الجامعه لحد دلوقتي. لا اتغيرت حسبه الجامعه، فاحنا بنقول ايه؟ ما تجيبش النص، خليك دايما في الامان، اعلى من النص بشويه. اعلى من النص بشويه. طيب احنا دلوقتي عندنا قاعده اسمها ايه؟ اسمها يا شباب الازمنه. يلا نقعد كده. يعني المره اللي فاتت طلبنا نقف جنب بعض، صح؟ ماشي. فاحنا عندنا قاعده اسمها قاعده ايه؟ الازمنه. انا مش هفترض ده، انا عملت كده مع اي مكان انا بدي فيه، ان الحصه اللي فاتت هتتعاد، بس مش هتتعاد بنفس الطريقه، لان انا هزود عليها حاجات كمان. ليه؟ لان انا اول ما تبدا النتيجه اي محاضره بعد النتيجه ما بتتعادش خلاص. يعني انا هفترض دلوقتي ان طالب ما جاش الحصه اللي فاتت، انا هعيد كل حاجه، بس النهارده اقدر اعيد بعد كده اي حاجه اقولها في اي محاضره. يعني المحاضره الجايه مش هقدر اعيدها، المحاضره بعدها مش هقدر اعيدها. احنا يا جماعه امتحاناتنا بتكون في شهر ايه؟ 9. ممكن تبقى في اول 9، ممكن تبقى في نص 9. امتحان السنه اللي فاتت حد متذكر كان يوم كام؟ كان يوم 10/9 11/9 12/9 13/9 4 ايام ورا بعض.
فانا بقول لك هو لو انا هفترض زي امتحان السنه اللي فاتت، امتحانات بتبقى في شهر 9 دايما، بيبقى في اول 9 او نص 9. فانا قدامي قد ايه؟ احنا النهارده 15، يعني نص ايه؟ 7. يبقى نص 8 ده ايه؟ نص 9 ده ايه؟ لا والله ما هيبقوا شهرين. ليه مش هيبقوا شهرين يا مستر؟ عشان الاخر شهر، مش اخر شهر، اول ما يبدا شهر 9 لازم اي معادله في مصر كلها تكون خلصت ايه؟ المنهج. لازم تكون خلصت المنهج. ليه؟ لان المنهج بتاعنا يا جماعه بينزل في شهر ايه؟ شهر 8. يعني ايه منهج يا مستر؟ كل سنه بينزل منهج. احنا بقالنا كام سنه؟ المنهج ثابت، يبقى داخلين على السنه الايه؟ ان شاء الله يبقى ثابت. ولو هو مش ثابت، اللي انا بقوله ده اقسم بالله والله اساسي جاي، والله جاي، ده اصلا هو منهجنا. طب لو حصل تغيير في انجليزي ايه اللي هيحصل يا مستر؟ مش هيشيل، مستحيل. هيشيل ايه تاني؟ احنا كان عندنا 11 قاعده، شال 10 ساب لك ايه؟ هيشيل ايه تاني؟ مش هيشيل حاجه. يوم ما يغير هيزود. فانت ده عندك اساسي، كده كده جاي، يعني جاي. اصل ما ينفعش ما يجيبش الازمنه، لان اللعبه الكبيره قوي قوي بتبقى في الازمنه. ازاي؟ لما يجي لك يقول لك مثلا اهو ده مين؟ ده بالانجليزي علي نقط ات نقول يا سيدي his uncle every day. بيقول لك السؤال بتاع الازمنه. طب دخلت اقفل الباب وراك. بيقول لك هنا علي نقط his uncle every day. اول حاجه لازم تعملها، ركز عشان لسه ما بداتش، وهعيد واقول كل حاجه، بس في حاجه انا ما قلتهاش يا سنه اولى جامعه ان شاء الله المره اللي فاتت. احنا عشان نشرح اي سؤال له علاقه بازمنه لازم اشرح 4 حاجات. ال4 حاجات فهمتهم يبقى انا خلصت الزمن كله كامل يكمل. اول حاجه لازم اشرح حاجه اسمها الايه بالعربي. بستخدمه امتى؟ والاستخدام ما بيجيش في الامتحان، بس انا بحب اقوله عشان تبقى فاهم ايه اللي حصل. ما بيجيش في الامتحان بس هقوله. بعد كده بخش على ايه بالعربي. اقرا لي الحته دي الشرح، وهنا بكتب لك الاسئله، فانت هتشوف انا قلت ايه وما قلتش ايه. هنا بعمل ايه؟ بكون ايه وبرد عليه، بس بيدربك ترد عليه بالايه؟ بالنفي، تنفيه. يعني ايه السؤال؟ السؤال لازم يكون معناه بالعربي. هل انت سعيد؟ اه او لا. هل انت بخير؟ او لا. هل انت مدير المدرسه؟ اه او لا. فلازم ادربك على سؤال في كل زمن، لازم اسالك بالطريقه دي. واخر حاجه اللي ما قلتهاش، حاجه اسمها السؤال. اقرا لي كده بالعربي. المزيل. يعني ايه سؤال مزيل يا مستر؟ يعني بيجي في اخر الجمله في ديلها. فده ما قلتوش لاي حد، ده بيجي في كل سنه. اكتر اسئله جت في الازمنه هو السؤال الايه؟ السنه اللي فاتت. بعد ما نخلص كل ال4 محاضرات بتوع ال4 ازمنه، هعمل ايه او هتعمل ايه يا مستر؟ هجيب امتحان السنه اللي فاتت وهطبعه هو معايا واديهولك، شوف كلامي صح ولا غلط، وهنحله مع بعض ونشوف جالنا كام سؤال ازمنه ونعد، ونشوف جالنا كام سؤال مش ازمنه. ايه اللي هو مش ازمنه يا مستر؟ انا اتفقت معاكم المره اللي فاتت، قلت لكم ان المنهج الانجليزي عباره عن كام حاجه؟ قواعد اللي هو الازمنه، معلومات عامه يقول لك كلمه عكسها ايه والكلمه مش عارف ايه، وساعات يجي لك قطع وساعات لا. السنه اللي فاتت جه قطع ولا لا؟ ما جاش. السنه اللي قبلها جه، لا 2000 كام بقى؟ 2022 جه قطع، وقطع ما تتحلش. كان 4 قطع كانوا صعبين جدا، هنتدرب على السهل وعلى الصعب. سيبك يا مستر ما جاش قطع السنه اللي فاتت، لا هد قطع برضه. فانت دلوقتي عايز تحل اي سؤال ازمنه، قال لك رقم 1 اول حاجه الجمله دي في زمن ايه؟ طب اعرف منين يا مستر؟ احنا عندنا كام زمن ان شاء الله؟ عندنا 4 ازمنه. الحته دي هشرح فيها خطوات حل سؤال ايه يا سنه اولى ان شاء الله؟ الازمنه. انا السبوره دي انا عايزها حتى بعد ما اخلص هتتصور وتركز كويس قوي كل كلمه بتتقال فيها. خطوات حل سؤال الازمنه. اول خطوه لازم تبص بصه حلوه قوي. هي ايه بصه؟ هو انت عندك سؤال مش في نقط؟ اول حاجه لازم تبص بصه كده، بص قبل الايه؟ الخطوات دي مش يعني انا مالفها، مش ناصح انا، يعني انا مالفها عشان الطالب يمشي بيها والله يوصل للاجابه. بص قبل الايه؟ يا بصيت قبل النقط. مين ده؟ بقول لك قبل النقط في مشكله كبيره لو جت. هي ايه بقى المشكله؟ انك لو لقيت تمام، لو لقيت ايه؟ اقرا معايا ده ايه؟ ولو لقيت ايه؟ ولو لقيت ايه؟ ديد. ولو لقيت ايه؟ ما تفكرش، دايما اختار الفعل في الايه؟ دايما اختار الفعل في المصدر. يعني انت تبص بص قبل النقط. مين ده؟ مين دول؟ دول اسمهم في اللغه الانجليزيه افعال ناقصه. اسمهم افعال ايه يا جماعه؟ ناقصه. بس انا مش هقدر احفظهم. كلمه افعال ناقصه دي هنساها جوه الجامعه وانا قاعد جوه من كتر الرهبه، هنساه. افتكر دول باللغه الانجليزيه دول حراميه نصابين، دول بلطجيه.
يعني ايه بلطجي يا مستر؟ انا لما اجي اسالك المره اللي جايه بقى، عشان خلاص انا مش هعيد اي حاجه تاني خالص والله. لما اجي اسالك مين هم البلطجيه هستعملهم طول المعادله. مين هم البلطجيه في اللغه الانجليزيه؟ تقول لي مين؟ دو وداز وديد ويل. انت سميتهم بلطجي ليه؟ عشان يا مستر الفعل بيكون ليه 4 اشكال. ساعات يكون اخره حرف الايه، ساعات يكون اخره حرفين ايه، اخره حرفين ايه، اخره 3 مين، وساعات مش اخره حاجه بنسميه الفعل في عشان ده شكل الفعل يا مستر. وانت عايز ايه بقى؟ ما انا لو دو جبت فعل وراه اخره ايه، ده بيسرق الاسم لانه عايز فعل في الايه. لو جبت دو وراه اي دي بيسرقه، لو جبت ده وراه ده بيسرقه. هو دايما بيجي وراه ايه. فبيقول لك لو جالك مثلا سؤال زي ده، انا لسه ما حطيتش اختيارات، سؤال زي ده رقم ده 1 2 3 4، خلي ده 5. انا اول ما اوصل ل5 و6 كده خلصت ان انا عدته المره اللي فاتت، من بعد ده كله جديد. لو جالك ده مثلا اهو، بيقول لك هنا داز نقط سيد writes in his book. يجي لك في الامتحان يقول لك اختار رايت ولا نقول اصعبها. ماشي يا سيدي. بيقول لك هنا داز سمير نقط in his notebook او his book. يعني ايه بوك؟ هنحتاج الحاجات دي عشان اجي اسالك في الامتحان. هو سمير ده ايه جوه الجمله؟ هو داز ده ايه جوه الجمله؟ هو ايه ده يا مستر بقى؟ في قاعده يا جماعه احنا مش موجوده في المنهج، بس انا ناوي باذن الله هشرحها. حاجه اسمها ايه؟ دي مش موجوده في المنهج بس انا لازم اشرحها، لان ده من ضمن الكلمات اللي او الاسئله اللي بتيجي بتبقى معلومات ايه؟ عامه. يجي لك يسالك يقول لك ايه؟ طلع لي الاسم من جوه الجمله. الاسم مين؟ طلع لي الفعل من جوه الجمله ايه؟ داز. طلع لي حرف الجر من جوه الجمله ان. دي المعلومات العامه هتتدرب عليها طول ما احنا ماشيين، اقعد ادربك عليها. فلو جالك السؤال ده يقول لك ايه بقى؟ رايتنج مثلا، كفايه دول. عايز يا مس اول حاجه، انا لسه ما دخلتش في القاعده بتاعت النهارده. اول حاجه بص قبل الايه. طب تعال نبص هنا، لقينا حاجه؟ هم ايه الحاجه اللي بندور عليها اصلا؟ دو او داز او ديد او ويل، مش موجودين. طب هنا قبل النقط لقينا حاجه يا مستر؟ هنا ما لقيتش. لا انا عايز كله. لقيت حاجه؟ مين ده؟ يبقى مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجه بيجي وراها الفعل في الايه. ماليش دعوه باي حاجه، هشرحها كمان شويه. مالكش دعوه. دايما لما تلاقي دو او داز او ديد اختار الفعل في يعني الفعل في المصدر بدون اي اضافات، عشان الاضافات عندي 3، يا اما اس يا اما اي دي يا اما اي ان جي. ده ايه ده؟ ده اللي بدون اضافات. ماشي. طيب لو ما لقيتش حاجه قبل النقط زي ايه؟ اول سؤال قال لك بقى خش على المرحله او الخطوه الثانيه. ايه هي الخطوه الثانيه بقى؟ خليها هنا. قال لك الخطوه الثانيه بقى حدد. احنا عندنا كام زمن هنشرحه في المعادله؟ 4. عندنا زمن مضارع بسيط ومضارع مستمر وماضي بسيط وماضي مستمر، دول ال4. قال لك طالما انت ما لقيتش حاجه قبل النقط خلاص، يبقى انت حدد ايه يا سنه اولى ان شاء الله بقى؟ زمن الجمله. حددها بقى. ليه بقى؟ عشان انت عندك 4 ازمنه. قال لك احددها ازاي؟ قال لك عن طريق حاجه اسمها الكلمات الداله. الكلمات الايه بقى؟ الداله. هنا بقى من بدايه دلوقتي حالا ده الشرح، فركز بقى معايا. يعني كل ده احنا بنمهد. ما هو بص يا سيدي، انا باجي في الاول خالص المحاضره او اول القاعده، انا ما بخشش في المهم قوي، بقعد اتقل لحد ما اخش الاقي الطالب ان الدنيا دخلت معاه، بجري مره واحده بقى عشان يلحق يطبق اللي انا قلته بسرعه. فاحنا لحد دلوقتي ماشيين بالراحه وما دخلتش في المهم. بقول لك احنا عندنا زمن اسمه زمن ايه بالعربي؟ اسمه ايه بالعربي؟ المضارع. بس انا مضارع، احنا عندنا 2 مضارع، عندنا مضارع بسيط ومضارع مستمر. ده المضارع ايه بقى؟ عايزين اسمه بالانجليزي. اسمه present simple. present simple يعني المضارع ايه بقى؟ البسيط. هو انا هسأل وهيترد عليا غلط والله. احنا عندنا كام شكل للفعل؟ 3 ولا 4؟ 4. احنا عندنا اخره ايه؟ اخره ايه؟ وساعات من غير. يبقى كده كم شكل؟ 4. زمن المضارع البسيط بقى واخد 2 من دول. زمن الماضي اللي هشرحه المره اللي جايه الماضي البسيط واخد 1. زمن المضارع المستمر واخد 1. كل زمن واخد 1 الا المضارع ايه؟ واخد شكلين. طب واخد شكلين على حسب ايه بقى يا مستر؟ قال لك الاول ابص على الكلمات اللي الاول الدل. الكلمات الداله شغلانتها ايه يا مستر بقى؟ بتعرفك وبتدل ان احنا في زمن مين؟ الكلمات الداله اهو. الكلمات الداله. بص يا سيدي، الكلمات الداله اللي هكتبها لك هم 5، هم بيبقوا 9 او 10 تقريبا، بس اللي بيجي دول هقولهم لك. اقرا معايا دي، اقرا. اسمها ايه؟
افري مش شرط افري داي، ممكن افري ويك، افري مانث، افري مينيت. افري يعني ايه؟ كل. طيب وعندي كلمه اسمها اوفن. اوفن يعني ايه يا مستر؟ يعني غالبا او احيانا، الاثنين بيبقوا واحد يعني. عندي كلمه اسمها sometimes، اسمها يا جماعه احيانا، دي برضه احيانا. عندي كلمه اسمها usually، اسمها يا جماعه. وعندي كلمه اخيره اسمها always. طبعا في ايفر ونيفر. كلمه اسمها ايه اهو؟ ما نادر لما بتيجي ايفر واختها مين؟ نيفر. وعندي كلمه اسمها rarely، hardly، seldom. هم 10 بس دول اللي بيجوا. اقرا معايا معلش، هتحس انت في الكتاب ثانيه واحده. قول معايا every often sometimes usually always ever whenever. في واحده جت هنا every، يبقى احنا موجودين في زمن ايه؟ طيب قال لك بعد ما انت خلاص حددت زمن ايه؟ اخر حاجه بقى بتجيب الاجابه. قال لك اخر خطوه، انت لو مشيت بالخطوات دي هتريح وتستريح. اول حاجه بص قبل الايه، ولو لقيت دول على طول حل، ما تفكرش في النقطه الخطوه الثانيه ولا الثالثه، مش هتنفع اصلا. انما بقى الخطوه الثانيه لو انت ما لقيتش ده يبقى الخطوه الثانيه حدد زمن الجمله. وبعد كده قال لك افتكر التكوين. افتكر ايه يا سنه اولى؟ يعني ايه تكوين؟ يعني الجمله بتتكون من ايه او الزمن بيتكون من ايه؟ مش احنا قلنا ان احنا عندنا كام شكل للفعل؟ الزمن ده بياخد كام شكل بقى؟ بياخد 2. التكوين بص يا سيدي بيتكون ازاي؟ قال لك الفعل ليه شكلين. ساعات الفعل يكون اخره حرف الايه، ده اوقات احنا هناخد من دول، احنا طول المعادله بنشتغل على دول. وساعات بنختار الفعل بدون اي اضافات اللي هو الفعل في الايه. طب ايه ساعات دي؟ يعني ايه ساعات؟ قال لك يا بابا لو الجمله بادئه بايه، مش لو بادئه، لو الفاعل والفعل مكانه فين في الجمله؟ في اول الجمله. فبقول لك لو الجمله بادئه بايه مفرد بختار الفعل اللي اخره ايه. طب لو الجمله بادئه بايه بختار الفعل في الايه. يعني ايه مفرد يا مستر؟ مفرد زي هي او شي او ات او اي اسم مفرد اللي هو علي، محمد، ابراهيم، اي حاجه. جمع زي او وي او يو او اي او اي اسم جمع. فبيقول لك خلي بالك ان الاي واليو تعامل معامله ايه؟ عشان اي تقول انا مفرد، لا تعامل معامله الجمع في المضارع البسيط، واليو تعامل معامله الجمع في المضارع البسيط. بيجي وراهم الفعل في الايه. طيب الحين عشان مش فاهم بيجي لك يقول لك ايه بقى؟ علي نقط هيز انكل افري داي. يقول لك هتختار فيزيت ولا فيزيتس ولا فيزيتنج. اعمل ايه يا مستر بقى؟ نبدا من اول وجديد. اول حاجه عشان احل الازمنه ابص فين؟ في حاجه قبل النقط يا شباب؟ ما هو في علي بس ده في مشكله؟ لا، طالما مفيش مشكله يبقى الخطوه الاولى مش معانا. اخش على الخطوه الايه؟ الثانيه. اعمل ايه؟ احدد زمن ايه؟ احدد زمن الجمله عن طريق كلمات الايه؟ يا مستر ما انت اي جمله هتكتبها مضارع بسيط. طب ما انا عارف، طب ما من المره الجايه نخش في الزمن الثاني اللي هو ايه؟ الماضي البسيط. والمحاضره اللي بعدها الماضي المستمر. والمحاضره الاخيره الماضي لا المضارع المستمر. انا ناوي اسيب الماضي المستمر في الاخر. فانا هديك كام زمن كده؟ 4. عايزك تتدرب من دلوقتي تطلع لي الزمن الاول. حدد زمن الجمله عن طريق كلمات الايه؟ في كلمه داله في الجمله افري، يبقى انا ايه؟ افتكر مين؟ قال لك بص مين ده؟ علي ده غلبان، يا عيني غلبان مش لاقي حاجه عايز ياكل. انت اديله حاجه، ما هو غلبان لوحده فاديله حاجه. انا بقول لك اديله حاجه مش حاجتين مش 3 حاجه. الحاجه هتكون ايه؟ فبيقول لك لما تلاقي ان الغلبان جه ده مفرد، يا عيني شحات غلبان، اديله اس. فين الاس هنا؟ فيزيتس. طب قال لك لو جمع مثلا زي ايه؟ زي sometimes. نعمل دي 2 كده عشان مش همسح السبوره. زي always نقط تنس in the club. اعمل ايه بقى؟ قال لك يلا يا يلا يا استاذ بقى اختار. قال لك جو ولا جوز ولا جوينج. انا اتفقت معاكم المره اللي فاتت قلت لكم يا جماعه الفعل ما بيتغيرش معناه بتغيير شكله. يعني فيزيت، والله فيزيت يعني يزور، والله العظيم فيزيتنج يعني يزور. ايه الفرق؟ ان دي في زمن ودي في زمن ودي في زمن. فانت الشطاره بقى بقول لك هات الفعل اللي ماشي مع زمن الجمله. فاحنا عندنا كام شكل للفعل؟ 4. ما تسالنيش السؤال ده تقول لي يا مستر بشوف قبل الفعل هاز او هاف، ام او از او ار، دو او داز او ديد. ماليش دعوه، انا ليه دعوه بالفعل لوحده. الفعل لوحده كام شكل؟ 4. يا اما اخره اس اي دي اي ان جي فعل في المصدر. فهنا بيقول لك بقى اهو مكتوبين قدامك. يقول لك بقى الاول عشان تجاوب صح حدد زمن الجمله الاصلي.
they always نقط تنس in the club. الجمله ده بالزمن ايه وليه؟ هي اكيد مضارع بسيط لان انا مش هجيب حاجه غير مضارع بسيط النهارده. بس ليه؟ عشان في كلمه ايه؟ all. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك دور على الفاعل. الفاعل بيبقى فين؟ في الاول. يعني ايه زي؟ جمع ولا مفرد؟ هنا قلنا غلبان فبنديله. هنا غلبان مش لا مش هنا غلابه بس مش هنديها لان هم كتير قوي مش معايا فلوس اديهم. اعمل ايه؟ ادوم الفعل بدون اي اللي هو الفعل في الايه؟ انهي واحد؟ جو. ليه ما اخترتش ده؟ عشان ده اخره اس. طب وده لا ليه؟ عشان اخره اي ان جي. انا عايز من غير ايه؟ اضافات. فاخترت هنا تاني واحد اول واحد. طب بص على دي 3. يقول لك I sometimes not early. بقول لك تختار كلمة اسمها sleep. يعني ايه sleep؟ ناموا انتوا والله. sleep يعني ينام وسليبز يعني ينام برضو وهنا sleeping. هفوقكوا دلوقتي سهلة. بص يا سيدي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الجملة رقم 3 يقول لك I sometimes not early. في كلمة ده اللي انا قريتها. فين الكلمة ده يا شباب؟ sometimes. فين sometimes اهي؟ بتاعت مين؟ المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ قال لك في حالة ان الفاعل ايه؟ بختار الاس. طب لو الفاعل ايه؟ بديهم الفعل بدون اي؟ طب بص على الجملة فين الفاعل؟ في اول الجملة. الفاعل بيبقى حاجتين يا جماعة، يا اسامي بني ادمين يا ضماير. يا اسامي بني ادمين يا ضماير. يعني ايه بقى؟ انا تقول في الامتحان بقى جوه جامعه القاهره في المدرج اللي قدامي ده مدرج العيوطي تيجي تقول ايه بقى؟ ان عندي انا مفرد. غلط. الاي تعامل معامله الجمع. قلت لك بقى غلبان اديله. طب وهم كتير اديه؟ لا ادي الفعل بدون اي. انهي واحده؟ اللي هي كلمه سليب. ليه ما اخترتش دي يا مستر؟ عشان ما فيش مفرد يا باص. هنا ما اخترتش ليه؟ ايه ده؟ لا 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 مش بتاعنا الايه؟ الاي ان جي اصلا مش عندنا. ماشي. طيب انا دلوقتي اديت لك ايه؟ طيب ركز معايا. انا اديتك كلمات الداله واديتك التكوين والكلام ده كله. بس بص بقى معايا اللي انا شغال فيه ده لحد دلوقتي تقريبا احنا قلناه المره اللي فاتت صح؟ اكدنا عليه اللي هو عدنا التاني مره واللي اول مره قلناها له. ناقص حاجتين. هما الحاجتين ناقصين حاجه سهله جدا جدا كمان. ازاي انت تكون ايه؟ سؤال. مش اهي سهل. يعني ايه تكون سؤال؟ الدكتوره مسحتها تقريبا اللي بتحط الامتحان شرط عليك تعمل لي سؤال بايه؟ هل يا بابا في زمن مين؟ بحاجتين. عارف؟ عارف مين هم هل اللي هنشتغل عليهم طول فتره المعادله؟ البلطجيه. مين هم البلطجيه؟ دو وداز وديد ويل. دول ما بيتحطوا في اول الكلام بيبقوا معناهم ايه بالعربي؟ هل. احنا هناخد برضو منهم ايه؟ 2. ايه هم؟ يا دو يا داز. قال لك ان دو بتيجي مع الجمع. اكتبها بلون مختلف عشان تبقى شايف. قال لك ان دو بتيجي مع ايه؟ وداز بتيجي مع مين؟ مع المفرد. الاثنين معناهم ايه؟ فيجي لك في السؤال رقم 4 هنا. كويس انا ماشيها بالترتيب اهو. 4 بيقول لك هنا نقط she need a help always. واحده دايما عماله تطلب مساعده. فواحد بيقول هي دايما يعني بتطلب مساعده مننا. هيديك في الاختيارات هتختار ايه؟ او ايه ويل. هيحط لك البلطجيه جنب بعض لانه كلهم اصلا في اول الكلام بيبقوا ايه؟ هل. ايوه يا مستر بقى وراهم بيجي الفعل في المصدر. بابا انت مش فاهم السؤال. هو هنا بيقول لك هات الفعل ولا اعمل سؤال؟ اعمل سؤال، ده موضوع تاني. هنا جاب لك ايه؟ داز عمل السؤال. هو هنا هنجيب الفعل في المصدر. ركز هو عايز منك الاول. هو هنا بيقول لك كون سؤال عشان كده في اخر علامه ايه؟ استفهام. اول برضو حدد زمن السؤال. ايه دي؟ always بتاعت مين؟ لما احب اسال سؤال بايه او ايه؟ فدور على الفاعل برضو. يا عيني المضارع البسيط تنح كل شويه لازم ادور على الفاعل. لازم ادور على الفاعل عشان الفعل اللي بيحدد المفرد والايه والجمع. فين الفاعل هنا؟ شي. يعني شي هي. انا عايز اسال اقول هل هي محتاجه دايما مساعده؟ هل هتبقى دو ولا داز عشان هي ايه؟ مفرد. فانا اختار كلمه داز. يبقى انا داز شي نيد هيلب اولويز. حتى بص لو تلاحظ مش ده بلطجي. شفت الفعل جاي وراه عامل ازاي؟ بدون اي اضافات. عشان لو جاب لك كده بقى قال لك ايه دي بقى؟ انا جبت انا داز
عايز ايه؟ انا عايز الفعل اللي جاي وراه. لا ما تفكرش بقى، تقول لي مين ده؟ سمير مفرد، احط له اس، رحت في داهيه. ما انت اللي قايل لي كده من اول ما بدات. خلي بالك قلت لك لما البلطجي يجي دايما بيجي وراه الفعل في الايه؟ انهي اجابه الصح اهي. طب تاني يا مستر عشان توت معلش منك، رقم 6 يقول لك ايه بقى؟ يقول لك مثلا هي، نخليها جمع بقى المره دي، نقول زي دونت نقط واتشنج فوتبول. اعمل ايه بقى؟ قال لك هتختار لايك يعني يحب، لايكس برضو، لايكنج كفايه. اعمل ايه بقى؟ طبعا يا عيني قاعد في امتحان الانجليزي في المعادله في جامعه القاهره، على حسب انت بقى امتحانك هيكون الساعه 9 الصبح ولا الساعه 11 ولا الساعه 1 عشان بيتقسم على 3 مواعيد. في عيني قدامك سؤال مش لاقي كلمه دل، صعبان عليا في الامتحان مش لاقي كلمه ايه، مع انك قبل النقط لقيت مين؟ دونت. ايه دونت دي يا مستر؟ ما هو بلطجي يا بابا. ايه ده انت ما قلتليش؟ لا دو ودونت النفي بتاعهم، داز ودازن، ديد وديدن، ويل وونت النفي بتاعهم بلطجي، اي حد منه بلطجي. يبقى دو ودونت. طب ما انا جالي ايه؟ محتاج تعرف زمن الجمله في ايه؟ مش محتاج. دايما بيجي وراه البلطجي الفعل في الايه؟ انهي واحد؟ اول واحد. هنا اخترت الفعل في المصدر وهنا اخترت الفعل في المصدر، ما شغلتش دماغي. يا رب اصلا هو انت تفكر الموضوع ده صعب ليه؟ ده يا رب الامتحان كله يجي قبل النقط دول. لو جه قبل النقط دول على طول فعل في المصدر، على طول فعل في المصدر. انما لو ما جاش يبقى انت لازم تعمل تحدد زمن ايه بقى؟ تحدد زمن ايه يا شباب؟ الجمله، وبعدين تفتكر التكوين وتحل. ده انا بايرك كل ده، كل الامتحان يجي كده. بس الطالب لو عينيه مش في وسط راسه هيحل غلط. هيقول سمير ده مفرد، اختار اللي اخره اس، غلط. البلطجي ما انت لو غصب عنك اهو، لو انت اخترت رايتس اهي، ده بلطجي مرقد لك، مستنيك تغلط الغلطه دي بقى. ليه؟ داز بيسرق، عشان كده بقول لك حرامي، بيسرق الاضافات. لان دايما هو بيجي ورا داز او دو او ديد او اي حاجه من دول الفعل في الايه؟ فانت خلي بالك اول حاجه تبص عليها وانت بتحل الازمنه، تبص قبل ايه؟ النقط. واحد يجي يسالني سؤال بقى، مش هقول اللي وحش، طب لو جالي بعد النقط مش هينفع اصلا، يعني مش هينفع يجي بعد النقط، بس هفترض وهاجي معاك وهبص هاجي عندك. لو جم بعد النقط لا اتعامل مع الجمله عادي بقى، اتعامل مع الجمله عادي. دايما بنتكلم على اللي بيجي ايه وراه، اللي يجي بعده. بس والله ما ينفع يجي بعد النقط، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. هي دايما بص قبل النقط، لقيته اختار، ما لقيتش يبقى اتعامل عادي. احنا دلوقتي خدنا بقى 3 حاجات. خدنا يا جماعه الكلمات الايه؟ التكوين. وبعدين خدنا ايه تاني يا رب؟ تكوين ايه؟ سؤال. اخر حاجه بقى ما اتقالتش لاي حد فيكم، ودي بقى بصراحه يعني هياخد مني، يعني لو ما فهمتش هياخد مني وقت كبير جدا. ده ايه؟ ما انت كونت سؤال، لا 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 لا, لا ده حاجه تانية. سؤال اسمه سؤال ايه بقى؟ مزايد، اللي بنسميه بالانجليزي يا جماعه حاجه اسمها كويستشن تاج. يعني ايه يا مستر كويستشن تاج؟ يعني انا دلوقتي قاعد على الفيس عايز اعمل تاج لزميلي، لصاحبي مثلا، فبعمل له تاج، بكتب البوست اللي انا عايزه وفي الاخر بعمل له ايه؟ تاج. فانا بقول لك كويستشن تاج يعني ايه يا مستر؟ برضو انجز، يعني تلاقي السؤال عامل كده، ده مثلا 6 7، يجي لك يقول لك he is absent today. ده شكل السؤال المزيل. يعني ايه السؤال المزيل؟ يعني بيجي لك جمله بيجي اخرها سؤال في ديلها. السؤال المزيل يعني بيجي في ديل الجمله. عايز ايه يا مستر؟ بص يا بابا قبل ما اقول لك عايز ايه، لان هو سهل والله بس بيبقى محتاج تركيز. اي سؤال مزيل هعمله في الدنيا ترجمته بالعربي كلمه واحده وثابته. حد يقرا لي اسمها ايه؟ لا سمعوني والنبي بقى، انا عايز فوقان هنا. اليس اي سؤال مزيل في اي زمن اسمه بالعربي ايه؟ اليس كذا. يعني ايه سؤال مزيل برضه يا مس؟ يعني واحد بيقول جمله، واحد بيقول هو النهارده غايب ولا ايه؟ مدير داخل كده على المكتب فبيبص على الموظفين مين اللي جه ومين اللي ما حضرش ومين اللي غايب، فلاقي واحد هو النهارده غايب، فبيسال في سؤال هل كلامي صح؟ يجي لك واحد مثلا داخل كده وماشي شايف المدرس وهو بيشرح متعصب، فبيقول لزميله اللي جنبه ده المدرس شكله النهارده متعصب قوي، فاقول اليس كذلك. يعني ايه اليس كذلك بقى؟ هنقولها دلوقتي، انا ما يشغلنيش هي معناها ايه، يهمني بتتعمل ازاي. ركز بقى معايا قبل ما اقول لك تتعمل ازاي. احنا عندنا كام ضمير في اللغه الانجليزيه؟ الحمد لله. اقرا معايا. اي وايه وايه شي وات وايه دي زي وبعدين مين 7 ضماير.
طيب اكيد كلكم عارفين الترجمه بتاعتهم. اي يعني ايه؟ انا. طب وهي؟ طب وشي؟ طب وإت هو وهي الغير العاقل. انت عايزهم في ايه يا مس؟ عايزهم في ايه؟ هتشوف دلوقتي. زي يعني ايه؟ طب وي نحن. طب ويو انت او انتم. طبعا انت او انت ده لو مفرد، وتفهم ممكن اقول انتوا متاخرين. انتوا يعني ايه؟ طب انت جاي متاخر، انت يعني ايه برضو؟ يو تنفع. المهم لو انا حبيت اشيل واحد اسمه علي، ضميره يبقى مين؟ ضميره يبقى مين يا شباب؟ هي. عايز اشيل واحده اسمها منى، ضميرها هيكون مين؟ شي. طب عايز اشيل كات، ركز معايا عشان ده مهم. كات احط ضميرها مين؟ ات. طب لو علي ومنى، عايز اشيل علي ومنى الاثنين كده من الجمله واحط ضميرهم. ما هي حاجه من الاثنين، يا زي يا وي. ايه اللي الصح؟ زي هما. طب مثلا انا قاعد واقف مع مامتي كده واصحابي رايحين النادي، فبقول له هم رايحين النادي. اصحابي بقول عليهم ايه؟ هم. طب لو انا وهم انا واصحابي رايحين النادي، مين الضمير؟ نحن. ليه نحن؟ عشان انا معاهم. لو مثلا منى وعلي قلنا ايه؟ هم يعني ايه؟ زي. طب لو انا ومنى وعلي رايحين يبقى نحن. انت بتقول يا مس، انا بقول لك اهو عشان لما نشيل اسم ونحط ضميره تبقى عارف هيكون انهي ضمير. ماشي. عايز ايه بقى؟ ركز معايا وارجع لي تاني هنا بقى، ده عايز تركيز مهم جدا جدا جدا. السؤال المزايل ده جه السنه اللي فاتت كتير، واللي بيعمل معادله تاني مره اقسم بالله جالك السنه اللي فاتت كتير. فركز قوي في اللي هكتبه ده. بيقول لك مثلا سؤالين اهم ورا بعض، مش هتفهم منهم حاجه انا عارف. she isn't very smart. سؤالين. السؤال المزايل بيجي بالمنظر ده وهنحل منه اسئله كتيره جدا جدا، وفي حاجه انا عملتها في الملزمه واكتشفتها اول امبارح. انا كتبت سؤال في اجابه من ضمن اجابات السؤال ولا واحده صح. اسمعي، سمعت انا قلت ايه؟ لا. في سؤال انا عملته في الملزمه، ما تقلبش الملزمه وما تمسكش، انت ما بتعرفش في مكانه فين. سؤال عملته بعد ما طبعت ووزعت وبدات اول محاضره بالملزمه، اول مره ابدا بيها امبارح، بدات بيها امبارح. اكتشفت ان في سؤال إيه ولا اجابه صح. ولا اجابه ايه؟ صح. هو بيكتب الراجل، هو بيكتب ولا اجابه صح. قلت طب والله حلو قوي سيبه. فانا بعد ما اشرح ده هجيب لك 20 سؤال من ضمنهم السؤال المزيل، هتقول لي مين السؤال اللي اجابته ولا واحده فيها صح. لو انت عرفت تجيب الحركه دي يبقى انت خلصت النهارده كل حاجه. فركز بقى معايا عشان تفهم الاول وبعدين نشوف الدنيا فيها هنا ايه. انا عايز اعمل ايه هنا وايه هنا؟ عايز اعمل السؤال الايه؟ المزيل اللي معناه ايه بالعربي؟ موضوع سهل. سهل ايه يا مستر؟ انت من الدرجه دي؟ قال لك اه يا بابا. احنا هنعمل حركه اسمها حركه ايه؟ ايوه دي ايه؟ المقص. قال لك الفعل الاولاني او الكلمه الاولى هتخليها الكلمه الايه؟ الثانيه. والكلمه الثانيه هتخليها الكلمه الايه؟ الاولى. اهو الاولى. مش فاهم حاجه. تعالى. ايه دي؟ دي شي والنبي. دي شي ازاي؟ هي از صح؟ هنعمل ايه؟ هنوديهم. السؤال المزيل بيبقى عباره عن كلمتين بس، بتعمل كلمتين معناهم بالعربي اليس ايه؟ كذلك. هتاخد الكلمتين هناك توديهم بس اعكسهم. طيب هي از ابدا بمين؟ ادي از صح. وايه دي؟ هي صح والله. بس في حاجه صغيره، في حاجه صغيره. هي الحاجه الصغيره قال لك هنعكس حاجه كمان. ايه اللي هنعكس دي؟ قال لك لما تكون الجمله مثبته وديها منفيه، ولما تكون منفيه وديها مثبته. بس اوعى تنسى دي. هتعمل كل حاجه وتيجي في الامتحان تنسى النفي. هتنسى النفي تاني. هي از اعكس. ابدا بمين؟ ابدا بمين؟ از تروح تبقى ازنت. ما تنساش عشان دي مثبته. وهي تروح هي. صعبه دي؟ طيب تاني، واحد تاني. he is absent today. هو النهارده شكله غايب اليس كذلك؟ واحد بيسال سؤال. she isn't very smart. هي شكلها مش ذكيه جدا يعني. فاجيب هي شي واجيب ايه؟ اودي مين الاول؟ isn't. تبقى isn't ولا تبقى is؟ ايوه اوعى تودي الشكل نفس الشكل. اعكس اعكس الشكل. مقص في كل حاجه. واحط مين هنا بقى؟ شي. كده صح زي الفل. طب تعال افهمك بقى السؤال المزيل الاول. اقول لك في حاجه كده صغيره. السؤال المزيل بيبقى عباره عن كلمتين بيتكتبوا وبيكون اخر علامه ايه؟ كده الكلمه الثانيه. بص الثانيه لازم تكون ايه بالعربي؟ ولازم يكون ايه؟ ضمير. مش فاهم حاجه. انت الاول افهم بنكتب ايه في الكلمه الثانيه؟ فاعل. الفعل جوه الجمله بنوديه هناك بس لازم يكون ايه؟ طب لو ما لقيتوش بقى ضمير هنعمل ايه؟ هقول لك.
بس هنا بقى قال لك يا بابا ولا كلمه اولى ولا كلمه ثانيه ولا الكلام العبيط ده وتقعد تعمل مقص ومش مقص. انا بقول لك بديك طريقتين، طريقه البلد يا جماعه وبعدين رجعت انا اديك الطريقه الصح. انا قلت لك اول ايه؟ اول كلمتين اعمل فيهم ايه؟ اعكسهم اللي هو مقص. بس انا بقول لك بقى الطريقه الاكاديميه الصح. انت هتدور على مين او مين او مين؟ دور عليهم الاول، دور عليهم. طب لما الاقيهم وديهم منفيين، ده لو لقيتهم مثبتين. طب لو لقيتهم منفيين وديهم مثبتين. ازاي؟ مش فاهم بقى اهو. انا ما صعبتش عليه. سؤال تاني، ازاي are running very fast. السؤال ده جه في سنه من السنين والله، بتهيألي السنه اللي فاتت حاجه زي كده. قال لك ايه؟ قال لك يلا اعمل سؤال مزين. اعمل ايه بقى هنا بقى؟ قال لك دور الاول على ايه؟ بص هنا بقى على الجمله، ركز معايا بقى، ركز معايا. لا فكك بقى من الطريقه اللي ضربتك عليها من ثانيه. مش انا قلت لك تجيب اول اتنين؟ اوعى اوعى، لان ممكن ما تلاقيش اول اتنين. هعمل لك امثله دلوقتي كتير، انا بمشيك بالراحه اهو، بالراحه لحد ما تفهم الاول انا بقول ايه وبعد كده ازود بقى واصعب. احنا بندور على ايه الاول؟ على ام او از او السؤال المزايل لازم يبدا بايه؟ يا ام يا از يا لقيت مين هنا؟ يروح يبقى ارنت. اوعى تنسى النفي. ادي يروح يبقى ارنت. بعد كده دور على مين؟ على مين الاول؟ لقيته ضمير اهو. ما هو زي من ضمن الضماير، ودي ضمير عادي اهو. رحت حاطط ارنت زي. اسال سؤال كله مش هيرد عليه عشان انتوا مش مركزين. هو السؤال المزايل ترجمته ايه؟ اي سؤال مزايل اليس كذلك، اليس كذلك. طب سؤال بقى نصعب 10. ندى is coming now. سؤال مزيل صعبت عليك وطبعا مبلم. الاول بندور على مين؟ ام او از او فكك من اول اتنين. انا لحد دلوقتي اول اتنين هيجي لك اسئله الدنيا بايظه، ولا اول اتنين ولا اخر اتنين، الدنيا بايظه. لازم تدور على ايه بقى؟ على ام او از او طب انا لقيت مين؟ اس تروح تبقى لو وديتها از غلط، لو وديتها نفس شكلها غلط، لازم تعكس شكلها. يبقى هنا تبقى ايه؟ اذن. مش انت بتاخد الرياضه؟ مش بناخد رياضه؟ مش عندك حاجه يقول لك هتاخد من بعد يساوي، لو هي بالموجب تدخلها بالسالب، ولو لقيتها بالسالب تدخلها بالموجب. نفس القصه يا سيدي. السؤال المزيل لو لقيت حاجه شكلها هنا غير شكلها. هنا عندي مثبت يبقى روح يبقى ايه؟ منفي. طب هنا منفي يروح يبقى ايه؟ فين الفاعل؟ غير مسموح، غير مسموح. السؤال المزيل الفعل يتكتب اسامي، لازم يبقى ايه؟ غير مسموح. مفيش حاجه اسمها سؤال مزيل يتكتب فيه اسامي، لازم ضميره. طب ندى ضميرها مين؟ شي. ما احنا اتفقنا من الاول خالص. يبقى هنا ازنت شي. هو السؤال يا مستر مش بيجي بقى فيه اختيارات؟ ايوه يا بابا، ما انا هوقعك دلوقتي. هعمل لك اسئله واحط لك اختيارات واخليك تبص على مين وده مين وده مين وده مين. السؤال كمان بقي بالظبط 5 دقايق بس، ركز بس معايا بقى. بقول لك هنا مثلا احمد and علي aren't close friends. هنا بيقول لك هو غايب النهارده، هي مش ذكيه جدا، هم بيجروا بسرعه قوي، ندى جايه دلوقتي. احمد اند علي، احمد وعلي ارنت كلوز فريند، يعني هم مش اصحاب قريبين قوي. يعني بتدور على ايه؟ ام. انا سايب حته فاضيه، هي دي اللي هتاخد مني 5 دقايق بس. بتدور على مين؟ على ام او از او لقيت مين؟ ارنت. تروح تبقى ادي اول حاجه اول حاجه لقيت. شفت بقى؟ عشان كده بقول لك ما فيش حاجه اسمها اول وتاني جمله، اول وتاني كلمه. دور على ايه الاول؟ ام او از او وديتها مين الفاعل؟ هتتلخبط تقول علي، غلط. هتقول مش عارف مين، احمد يا رب، وهتقول علي. لا بابا، بقول لك احمد وعلي ده 2. مين ضميرهم ينفع؟ زي، مش وي. يعني ايه وي؟ احنا. هو انا معاهم؟ ده بقى يقول لك احمد وعلي ده هم يعني ايه؟ زي. يبقى هنا ار زي. ادي كده صعبنا سنه كمان. انا ماشي بالراحه، سهل قوي على فكره. السهل بيجي برضو، ما تفكرش ان دايما بيجي صعب. لا، هو اوقات بيجي ده. هي از ابسنت اهو. جيت هنا بقى الدنيا ايه بقى؟ صعبت شويه عشان في اسامي ولا في ضماير؟ اسم وديته ايه؟ طب هنا صعبت شويه عشان بقى اسمين، بقوا 3، بقوا 10، حط ضميرهم برضو. طب ايه رايك في السؤال ده بقى؟ وانا هقعد وهبص على وشوشكم هلاقيكم كلكم بلمتوا بقى. بيقول لك ايه؟ يقول لك مثلا اسراء
comes early. ويا ريت ما نفتيش، يعني اللي هيفتي انا هسمع فتي اهو. حد يعرف يقول لي هنعمل ايه؟ قول. ايه؟ انا ماليش دعوه بايرلي، انا مالي، انا عايز اعمل سؤال مزيل. بتدور على ايه؟ او اذ او وبعد كده هتجيب ايه؟ الفاعل. الفاعل موجود. مين الفاعل؟ هتروح تبقى ايوه، ما انا عارف ان هي ضمير والله. هتبقى ايه؟ شي. بس ناقصني كارثه اللي هي مين؟ ما ينفعش. ايه ما ينفعش دي؟ لا ما ينفعش تجيبها. ما ينفعش انت تجيب ام او اذا اردت. طب ما اعمل ايه يعني؟ ما انا لازم اعمل سؤال مزيل. انت قلت لي بجيب يا ايه؟ يا ام يا اذ. بيقول لك انت بتجيب ام او اذا اردت لو لقيتهم، لو قدامك في الجمله. طب لو ما لقيتش قال لك بتجيب بديلهم. مين بديلهم؟ فاكر لما كنا بنعمل سؤال في المضارع البسيط بسؤال بهل ايه او ايه؟ بترجع لقديمه تجيب مين بقى؟ دو او داز. دو مع مين؟ وداز مع مين؟ مع المفرد. يا نهار اسود. ايه يا نهار اسود؟ عادي يا بابا، انا هسالك سؤال في ام واذ وار. هسالك في هنا ام او اذا وار غير مسموح ان انت تجيبهم، مش مسموح لك. طب هحط بديله. بديله مين بقى؟ دو او ايه او داز. مين دي؟ اسراء. مش اسراء دي مفرد؟ كنا بنسال بالمفرد دو ولا داز. فهنا اكن مش في حاجه في اللغه العربيه اسمها ضمير مستتر، فده مستتر. فاكن مكتوب كلمه هنا اسمها يا جماعه داز. يبقى انا كده جاهز. اعمل ايه؟ انا هعيدها تاني عشان انت ما فهمتش. هعيدها واعمل مثال تاني. كده انت زي الفل جاهز. اعمل ايه يا مستر؟ خد داز. بعد ما جبت الصعب يا عيني نسيت تنفي، نسيت تبقى دايما فيا. داز تروح تبقى ايه؟ دازنت. هقول لك لا هقول لك مثال تاني. دازنت واسراء تروح تبقى ايه؟ شي. مثال تاني عشان انا متاكد مستحيل تبقى فهمت 100% في اول مره. لا طبعا. 13 ركز معايا. يقول لك هنا مثلا سامي اذن، لا مش عايز اجيب دي. سامي بلايز تنس. استني اصبر. انا هسال سؤال. نحط هنا كلمه بلايز عشان مع المفرد بنختار اللي اخره ايه؟ اس. ماشي. ده مضارع بسيط. نعمل ايه بقى؟ مثلا عايز سؤال مزيل ولا ليه علاقه بازمنه خالص. قال لك اعمل ايه بقى؟ في ام او از او ار اوعى تجيبه. ما انا عارف ان از بتيجي مع المفرد وار بتيجي مع الجمع. غلط. انت ما ينفعش تجيب هنا ام ولا از ولا ار الا لما يكونوا موجودين. هنا وديتهم، هنا وديتهم. ما ينفعش تجيبهم طالما مش موجودين. طب ايه بديلهم؟ مين بديلهم؟ بديلهم يا دو يا ايه؟ مين ده الاستاذ ده؟ دو اللي بتيجي ولا داس بقى؟ داس عشان سامي مفرد. فاكن هنا داس اهو يا سيدي. ما كتبتهاش. اكن في داس. داس توديها ايه؟ اوعى تنسى النفي. بعد ما تجيب الصعب تنسى تنفي. اوديها ايه بقى؟ دازنت. ادي دازنت. طب والاستاذ سامي يروح سامي؟ تتقطع ايدك. مفيش سؤال مزال بيتكتب فيه اسامي. ضميره. ضمير سامي مين بقى؟ هي. فبكتب هي. مثال كمان بس يبقى ايه بقى؟ باختيارات. بص بقى معايا. هصعب ونشوف. انا مش همسح السبوره بقى وهنبدا نمسك الملزمه عشان نتقلها شويه. بيقول لك هنا ايه؟ بص بقى معايا. بيقول لك هنا مثلا my sister takes shower. هديك اختيارات A او B او C. بيقول لك هنا مثلا isn't she doesn't she does she. وكمان اختيار دي نقول doesn't my sister. انا هسيبك دقيقه ومحدش يجاوب، يعني دقيقه وبعد كده انا هسال حد. في ملزمه زياده؟ معاكي ملزمه زياده؟ شكرا. doesn't she؟ طب وإذن she لا ليه؟
عشان ما ينفعش اصلا هي مش موجوده. اذا ما ينفعش تجيب. الاجابه ايه؟ طيب اللي مجاوب، اللي موافق على الاجابه الاولى يرفع لي ايديه. طب اللي موافق على الاجابه الثانيه يرفع لي ايديه. الاجابه ايه؟ الثالثه. تمام. طب واللي موافق على الاجابه الاخيره يرفع لي ايديه. طيب السؤال المزايل ما حدش يبص على الاختيارات. هقول لك اهو، اول ما يجي لك سؤال مزايل ما حدش يبص على الاختيارات. عارف ان برضه امتحان الرياضه بذمتك ودينك انت تبص على الاختيارات؟ انت بتحل الناتج طلع ايه ده موجود خلاص شد خط. نفس القصه سؤال مزايل حله من غير ما تبص على ايه؟ على الاختيارات. الموضوع سهل. ماي سيستر تيكس شاور. فين الفيرب تو بي؟ عارف مين هم الفيرب تو بي؟ الام والاز دول اسمهم فيرب تو بي. في فيرب تو بي؟ لا، يبقى ما ينفعش اجيبهم. يبقى انا ما ينفعنيش دي اصلا ما تنفعش نهائي، مع ان معوض بسيستر بمين؟ بس ما تنفعش عشان انت بادئ. عارف يقول لك بادئ القصيده بكفر، يعني انت بادئ البدايه غلط. البدايه غلط يبقى دي غلط. طيب اجي بقى اعمل ايه؟ قال لك بديل الفيرب تو بي اللي هو ام او اظهر بديلهم مين؟ دو او داز. فانت سيستر اختي تاخد دو ولا داز؟ بس انت نسيتي تنفيها. احنا ما ينفعش داز تروح تبقى ايه؟ بتروح ايه؟ منفيه. فوديتها منفيه بقى وعوضت سيستر بمين؟ بشي. يبقى الاجابه انهي واحده بقى يا شباب؟ دازنت شي. طب تعالى بقى على الورقه اللي معاك. كويس احنا نغلط دلوقتي احسن حاجه، احسن ما نغلط جوه هنروح في داهيه. هات لي كده الصفحه اللي معاك، الصفحه رقم 1. عندك الصفحه رقم 1 مكتوب لك عند السؤال المزايل. بص على صباعي لو انت تايه، بص على صباعي هنا لو انت تايه اهو. السؤال المزايل هتلاقي هنا 4 حتى مترقم 4 المفروض 4 تحتها ايه؟ مش معايا والله تايهين. بص على دول 5 مش 4 جمل، 5 1 2 3 4 ولا 4 5؟ 4 5. اول سؤال احله انا، اول سؤال انا احله. بص كده على الجمله عشان بعد كده انا هسال. انا بطلت خلاص ارد او انا اجاوب يعني. خليكم معايا يا بنات، بصوا بقى معايا. واحد جون، واحد اسمه ايه يا جماعه؟ مذكر ولا مؤنث؟ اكيد يعني. بيقول لك جون لايكس مي. جون شكله بيحبني. فانا عايز اسال سؤال ايه؟ مزايد. اقسم بالله ال5 جمل دول من كتاب الدكتوره بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت، لان المنهج ده من السنه اللي قبل ايه؟ اللي فاتت. فده بالظبط نفس الامثله اللي نزلها. جون لايكس مي. عايز سؤال مزيل. انت في السؤال المزيل بتدور على ايه؟ بص على صباعي. الفيرب تو بي اللي هم مين؟ الام او الاز او لا. ما لقيتش يبقى بديلهم مين؟ دو وداز. طيب اعمل ايه يا مستر بقى؟ قال لك جون ياخد دو ولا داز. نسينا ان احنا نودي داز تبقى دازنت. طب وجون فين دازنت؟ ايه اخر واحده. طب ليه ما اخترتش داز هي اول واحده؟ عشان انت ما نفتش. انت ما نفتش هتودي داز غلط. طب بص على الجمله رقم 2. all those. هقرا الجمله بعدها. الجمله هسال حد. all those girls. يعني ايه جيرلز؟ بنات ولا بنت؟ بنات. all those girls speak French. كل البنات دول بيتكلموا ايه؟ فرنسي. الاجابه هتبقى انهي واحده؟ الاولى ولا الثانيه؟ اللي اساله بقى وما تردش. دونت شي الاولى قصدك؟ دونت شي فين؟ دونت شي دي اصلا؟ قول لي الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ فكك من القرايه. الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ ها الثانيه. صح ولا غلط؟ اولا مفيش فيرب تو بي ولا ام ولا از ولا ايه؟ بديله مين؟ دو او ايه؟ مين الفاعل في الجمله؟ جيرلز. يعني ايه جيرلز؟ بنات. تاخد دو ولا داز؟ دو. بس نسيت ان انت تودي دو تبقى ايه؟ دونت. طب انا عندي 2 دونت. عنده دونت زي وعنده دونت جيرلز. مين الصح؟ ليه؟ مش التانية ليه؟ عشان ما ينفعش في السؤال المزايل نحط اسامي، لازم يكونوا ايه؟ ضماير. عشان انت لو اتلخبطت لقيت 2 قدامك نفس الاجابه بس واحد ضمير وغير ضمير، اختار ابو ضمير. بص على 3. هنا doesn't speak Spanish ولا تفكر. قاموا ايه سؤال مين يا بابا؟ ما هو جاب الثانيه. جاب مين بقى؟ جاب doesn't تروح تبقى ايه يا بنات؟ طب وهنا فين ده الشيت؟ اول واحده. تمام. 4 سهله موت. علي از هير. از تروح تبقى. طب وعلي فين؟ ازنت هي الثالثه. طب ليه ما خدناش ازنت علي الاخيره؟
غير مسموح في السؤال المزايل اسامي، لازم يكونوا ايه؟ ضماير. رقم بس. اسمك ايه؟ لابس اخضر. يوسف. they are good student. بدور على الفيرب تو بي اللي هو الام او الاز او الار. ها لقيت ايه؟ الجمله ار. ار تروح تبقى ايه يا يوسف؟ ارنت. عندي كام واحده ارنت؟ 2. عندي الاولى ارنت وي وارنت زي. مين الصح؟ ما حدش يتكلم بقى. صح عشان الضمير زي، انا مش هغير الضمير. الضمير ما بيتغيرش. ما بيتغيرش. طيب ما تقلبش زي ما احنا. هنعمل ايه بقى يا مستر بقى؟ هنبدا يا بابا. مش احنا شرحنا كل المضارع البسيط؟ كل الاسئله على المضارع البسيط بقى، وهيقابلنا سؤال مزايل او مش هيقابلنا احنا وظروفها بقى. يلا الثلاث اسئله اللي تحت. اول سؤال اسمك ايه؟ يلا كل واحده او كل واحد هيمسك سؤال هيقول لي هو فيه ايه، ده بتاع ايه وعشان ايه. علي يوجوالي نقط ان ذا فرونت سيت افري داي. اولا هو طالب مني ايه هنا؟ مضارع بسيط وسؤال عادي وازمنه عاديه، ولا سؤال مزيل؟ عشان الاختيارات بيقول لك سيت وسيتس وسيتنج والست. قال لك اول حاجه حدد زمن الجمله. يوجوالي وافري الاثنين بتوع المضارع البسيط. ايوه بيتكون من ايه بقى المضارع البسيط؟ اهو نرجع لمرجوعنا اهو. مع المفرد بنختار اللي اخره ومع الجمع فعل فين؟ فين هو؟ علي. ايوه الاجابه هتبقى بي. مش علي مفرد؟ قلت لك مفرد اديله حاجه كده من عند ربنا، اديله حرف الاس. بص على الثانيه. في عندنا ايه؟ في كلمه كده انا المفروض كنت اكتبها في اول محاضره خالص، وقلت ايه؟ كنت عايز الطلبه يقولوا لي دي ايه، بس ايه دي؟ عاده. ايه دي يا مستر؟ بصوا معايا الناس اللي هي بالذات اول مره النهارده. كل زمن يا اساتذه بنستخدمه في حاجه، يعني زمن اسمه زمن الماضي البسيط بستخدمه امتى؟ لما احب اتكلم عن حاجه حصلت فين؟ في الماضي. ده مين؟ بستخدمه في العاده. بس يعني ايه عاده؟ يعني اي جمله هتكتب في المضارع البسيط لازم تكون عاده. يعني حتى بص لدي، علي بيزور عمه كل يوم، ده عاده. انا قلت لك في اول المحاضره ان الاستخدام شغال في الامتحان مالكش دعوه بيه، بس افهموا. هم دايما بيروحوا النادي او بيروحوا يلعبوا تنس في النادي، يبقى زي always go. بلاش كلمه جو، المفروض كلمه بلاي، عشان احنا مثلا يكون الايه، يكون الاختيارات صح. نقول كلمه بلاي. يعني ايه بلاي اصلا؟ ويعني ايه كلمه بلايز؟ يلعب برضه. ويعني ايه كلمه بلاينج؟ يلعب برضه. المهم ان برضه في الثلاث جمل دول او في جملتين اللي قريتهم دول عاده. بص على دي، انا احيانا بنام بدري، عاده. فزمن المضارع البسيط بيدل ان في عادات. فبيقول لك السؤال الثاني ده هو بقى اللي هتكلم عليه. بص على السؤال الثاني. we not to the cinema to watch the new film at 9 AM. فين الكلمه الداله؟ مفيش ولا في every؟ بسأل الاول في كلمه داله؟ لا، بس في ساعه. اول ما تلاقي توقيت او ساعه اعرف ان في ايه؟ عاده. يبقى انا ايه؟ يعني ايه يا مس؟ المحل بيقفل الساعه 10 بالليل. تمام، من عادته ان بيقفل 10 بالليل. انا بروح اتفرج على سينما الساعه 9 من عاده. انا بنام الساعه 10 عاده. بس في مشكله، افرض جالك الجمله دي عشان ما تقولش ما قلتش. وطبعا ده هفهمها لك المره الجايه ان شاء الله، لان المره الجايه الماضي. بص كده على السبوره دي. ذا شوب closed at 9 PM yesterday. هتيجي تقول بقى مستر عادل ومش عارف ايه ده؟ توقيت، ده ميعاد، ده مضارع ايه؟ غلط. ليه بقى؟ انا قلت لك بشرط ما يكونش فيه كلمات ايه؟ دل. في كلمه داله بتاع الزمن لسه ما خدناهوش. يعني ايه يسترداي؟ امبارح. يبقى حاجه حصلت ايه؟ في الماضي. فانا امتى بقى لو ده مش موجود ده؟ ساعتها بقى نيجي نتكلم بقى ونيجي نقول ده هيبقى زمن ايه ومش زمن ايه وبتاع. انما طالما في كلمه داله انت محكوم بالكلمه الداله بتاع الزمن خلاص. فانا بقول لك اهو، بص هنا بيقول لك ايه؟ وي نقط تو سينما تو واتش ذا نيو فيلم ات 9 AM. اي ده في توقيت ومفيش كلمه داله، ده مضارع ايه؟ ابص على اول الجمله بقى. وي يعني ايه وي؟ مفرد ولا جمع؟ في الجمع بختار الفعل في الايه؟ انهي واحده؟ جو. تاني واحده. رقم 3. يلا 3. اي نقط ايرلي افري داي. افري داي كلمه داله، اختار ايه بقى؟ انهي واحده؟ ليه؟ عشان هي الاي تعامل معامله الجمع.
وبيجي ورا جمع الفعل في الايه؟ الاولى. اقلب. هسأل وعلى الله حد يقع في ايه في السؤال اللي انا هقوله ده. اسمك ايه؟ يلا يا رؤية، السؤال رقم 7. لا مش همشي بالترتيب، 7 عشان انتوا كل واحد بقى او كل واحده مستني الجمله بتاعته اللي هي دي، مش همشي بالترتيب. انهي واحده؟ صح. زميلتكم اختارت اخر واحده، صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ عشان دو او داز او ديد او ويل ياتي بعدها الفعل في ما تنساش. اخترنا كلمه ايه؟ اسك. داز هي اسك، هي مفرد يا مس مالكش دعوه، اختار فعل في المصدر دايما. تعالى بقى على 20. انت هسيب لك اسئله. في سؤال كده انا كنت حابب ان انا اقوله، سؤال رقم 8. بص عليه كده. والله العظيم نفسي يرجع منهج ده. امتحان سنه كام ده؟ نفسي يرجع الامتحان 2020 تاني. طب انت جايبه ليه؟ عشان اي حاجه قلت لك، اي طريقه وضع سؤال في اي سنه من السنين انا هجربك عليها، عشان لو اي مفاجاه حصلت. بص حصل ايه؟ بص هنا، ركز معايا الاول. بيقول لك في الامتحان في السنه دي كان دايما الدكتوره اللي حاطه الامتحان، كان اوقات الدكتوره منى، دايما كانوا بتحط لك الفعل بين ايه؟ قوسين. والطلبه دخلت في المعادله اول مره تطبق الطريقه دي، وبعد كده ما اتطبقتش تاني. يعني طبقت في 2020 وما شفناش ولا 21 ولا 22 ولا 23. ربنا يسهل اهو، بس اديك هتشوفها ايه اللي هيحصل لو جالك. اول ما تلاقي ان دايما يكتب لك كلمه ما بين قوسين نقط، يعني يعمل لك مثلا هنا اهو يقول لك سليب كده. انا عامل سؤال صح وما غيرتش في اي حاجه، هي والاجابه هي. بس يعني ايه يحط لي كلمه بين قوسين؟ بتقول لك ان دايما ده الفعل في الايه؟ تقول لك هتختاره هو ولا اللي اخره ايه؟ ولا اللي اخره ايه؟ ولا اللي اخره ايه؟ انت ما عملتيش حاجه يعني، ما هو ده سؤال ازمنه، ما هو ده انا كنت عامل كده. بس هي ساعدت الطلبه في السنه دي عشان تعرفهم ان ده الفعل اللي في الايه. لان ممكن الطالب يكون اوقات محتاج يعرف هو الفعل شكله ايه من غير ما يكون في اضافات، فبتقول لك هو ده. فانت بقى بص هنا بيقول لك ايه ما بين قوسين. عملت حركه حلوه قوي كمان، قالت لك انا عايزه كلايم بس يكون سابقه كلمه ايه؟ نوت، يعني يكون منفي. انا عايز الاختيار يكون منفي. ساعدت الطلبه السنه اللي فاتت. بيقول لك اولد بيبول، الجمله بدأ باولد بيبول. يعني ايه بيبول؟ بيقول لك الناس، جمع ولا مفرد؟ بيقول لك الناس كبار السن، الناس العواجيز. نقط ماونتن يعني للجبال، ما بيقدروش يتسلقوا الايه؟ الجبال. ايه اللي بيجي مع الجمع؟ دو ولا داز؟ دو بس هي عايزاها منفيه. دونت. فين دونت في الاختيارات؟ اخر واحده. الطالب بقى جه في الامتحان ايه ده؟ ايه يعني ايه ما بين قوسين ده؟ انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف احل. يا بابا ما بين قوسين ده الفعل في الايه؟ ما بين قوسين ده الفعل في الايه؟ في المصدر. وهو عايز الفعل عادي ولا منفي. فانت بتدور في النفي بقى يا دونت يا دازنت. هو بقى ايه اللي بيجي مع الجمع؟ بيجي مع الجمع دونت. هي طبعا انت متعود ان هي ايه؟ دو، بس النفي بتاعي بقى دونت. طيب ده اللي جه السنه من 4 سنين وما شفناهوش تاني، بس انا ضربتك على واحد عشان لو جالك تبقى عارف في ايه ده. يا رب يرجع تاني. بص على 20 سؤال اللي تحت. في سؤال غلط وانت وحظك لما اجيلك، يعني هيبقى كل واحد اجي اساله عشان ما بينش اللي انا عارف. نمشي بالراحه بقى. يلا يا هانم، السؤال رقم واحد. اجابه ايه؟ انا مش هقرا ومش هحل ومحدش يحل في اجابه غيره. هو في افري ده الاجابه ايه على طول؟ تاني واحده صح. حد عارف من الصح ليه؟ وده وقت تقول لي مش عارف، عشان لما تخش جوه مش عارف هلحقك. ليه اخترنا اللي اخره اس؟ عشان عالم مفرد. تمام. تعالى بقى، وعشان كلمه افري موجوده كلمه دل. يلا 4. ايوه انا مش لا اللي جنبك مش هخلي حد يمشي يبص على جمل. انا همشي هخطف وممكن ارجع الجمله اللي قبلها واللي بعدها. ما تبصش على جمل. طبعا انت بتدور على الجمله الغلط، براحتكم. 4 تبقى انهي واحده؟ تاني واحده. ليه؟ طب مش شرط ان في سام تايمز. ما انا لقيت سام تايمز، يبقى لازم ادور على ايه؟ على الفعل المفرد والايه؟ والجمع. الفعل فين؟ الاولى، عشان الايتو عمل معامله. فهمنا ايه اللي حصل في 4 يا جماعه؟ سام تايمز يعني احيانا، مضارع بسيط. الفاعل مين؟ مش الايتو عمل معامله الجمع، والجمع بيجي ورا الفعل في الايه؟ انهي واحده؟ اول واحده. 6 اللي هنا اللي ورا اللي هنا. يلا يا شاهد
الاجابه انهي؟ الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ 6. ليه؟ لا، ما هو لو عشان شي يبقى هختار نيدز. بس اجابتك اللي قلتيها الاولانيه صح، بس ليه؟ مش عارف. عشان doesn't ياتي بعدها الفعل في ما تنساش اي سؤال ازمنه بص قبل النقط الاول يخرب بيوكوا هتروح في داهيه. اي سؤال ازمنه بص دايما قبل الايه. لقيت ايه؟ لا رد عليا. لقيت ايه؟ دو او داز او ديد او ويل او النفي بتاعهم اختار الفعل في الايه. راحت فين؟ الفعل في المصدر دايما. طيب سؤال كمان 11 بضطر رغي. شباب اللي ورا اسمك ايه؟ عبده. السؤال رقم 11 يا عبده الاجابه ايه؟ اولا ده ايه يا عبده؟ ده إيه؟ السؤال ده ايه اصلا؟ ده سؤال مزيل. السؤال المزيل بتدور عليه يا عبده الفيرب تو بي. اليام يا از يا ها تاني الاجابه تاني واحده صح. ازنت هي. بص يا شباب لا اسالني انهي سؤال اللي واقف عندك؟ انت عندي 6 صح؟ she doesn't not any help from anyone. حلو قوي. قبل النوت مكتوب doesn't. مش اتفقنا ان doesn't ياتي بعدها الفعل في المصدر؟ قلنا ان do في ايه؟ في ايه؟ لا في ايه؟ مش اتفقنا ان do و does و did و will ياتي بعدها الفعل في المصدر؟ مع ان الجمله بادئه بشي. شي يعني ايه؟ هي. ماليش دعوه برضه. طالما البلطجي جه بختار الفعل في الايه؟ في المصدر. فاخترت انهي واحده بقى؟ اول واحده. بص على السؤال رقم 11 زميلك هيجاوب عليه. هبدا اطلع بره. انا هبدا اطلع بره. عصام is absent today. دورت على الفيرب تو بي. مين الفيرب تو بي يا شباب؟ is. راح بقى ايه؟ isn't. طب وعصام يروح عصام؟ لا ما يروحش. راح ايه؟ هي. فين isn't هي؟ الثانيه. طيب نخش على الجمله رقم 12. رقم 12 هتبقى كام؟ مريم اند ليلى ار كامينج تو بارتي. مريم وليلى هم جايين للحفله اليس كذلك؟ فانا عايز اليس كذلك بقى. انهي واحده؟ الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ الثالثه. ليه ما اخترناش ار مريم اند ليلى؟ عشان ما ينفعش اصلا في السؤال المزارك تبقى سامي اصلا، لازم ضماير. طب ليه برضو اخترت ارنت؟ عشان ار مكتوبه بتروح تبقى ايه؟ ارنت النفي. واعوض مريم وليلى بايه؟ زي. السؤال رقم اللي هنا اسمك ايه؟ رنا. 13. السؤال ده اللي غلط. في اجابه صح فيه؟ لا ولا واحده. ليه بقى؟ تعال. she looks very beautiful. فين الفيرب تو بي؟ فين ام واز وار؟ مفيش. بعوضه بمين؟ شي. تاخد دو ولا داز تروح تبقى وشي هي موجوده يبقى فين دازنت شي؟ هي دي بقى. يبقى هنا عشان كده انا بقول لك حل السؤال المزال من غير ايه؟ من غير ما تبص على الاختيارات. يبقى هنا دازنت شي. طب ليه ما اخترتش ازنت شي؟ ما ينفعش. انت ما لقيتش ام واز وار تجيبهم. ما ينفعش. بديلهم مين؟ دو وداز. ما ينفعش. فانا ما لقيتهمش. هو ممكن يجي لي سؤال كده في المعادله؟ اوعى. لا طبعا. لا انا لقيتها قلت والله حلوه. طب والله لا سايبه. والله ما معدل. واشوف طالب واحنا قاعدين في المحاضره يقول لي سؤال كذا من 20 غلط. فبصوا بقى. هو على فكره السنه اللي فاتت حصل السنه اللي فاتت في سؤال كان غلط في امتحان المعادله. طب والله كانوا 2 في امتحان المعادله السنه اللي فاتت. ايه اللي كان غلط السنه اللي فاتت؟ سؤال الدكتوره عامله غلط اصلا مفيش ولا واحده فيهم صح. وسؤال تاني المفروض تشد خط تحت حاجه ما شدتش. يعني هي بتقول لك بص هنا، قلت لك الكلمه التي تحتها خط هي كذا. هي مش شد خط تحت كلمه، فانا اجاوب ايه؟ فهي ما شدتش خط. ده غلط. في سؤال تاني اصلا ولا اجابه فيه صح. كانت عامله سؤالين السنه اللي فاتت غلط. وحتى انا فاكر ان في دكتور دخل او دكتوره لفت اللجان قالت يا جماعه خلي بالكم في سؤال كذا 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 غلط. اختاروا اي حاجه عشان نديكم الاجابه. انا عارف. المهم في حد ما فهمش اللي اتقال النهارده؟ طب انا عايز ارجعه بدقيقتين كده بس مع بعض ومش عايز نوم.
يعني مش على السبوره، انا مش هفتح السبوره، مع بعض. الزمن اللي خدناه اسمه ايه بالعربي؟ اسمه بالعربي المضارع البسيط. اسمه بالانجليزي بريزنت سيمبل. اول حاجه بستخدمه امتى؟ لما احب اتكلم عن ايه؟ عادي. طب الكلمات الداله ايه بقى؟ every, often, sometime, usually, always, ever, whenever. بيتكون من ايه بقى؟ من اتنين. مع المفرد بختار اللي اخره، ومع الجمع فعل فيل. قال لك لما احب اكون ايه؟ بمعنى ايه؟ دو او دو مع مين؟ وداز مع سؤال مزيل. السؤال المزيل في اي زمن من الازمنه طريقته واحده، يعني حتى ما جاش على المره الجايه طريقته واحده. اول حاجه بجيب مين؟ الفيرب تو بي اللي هم مين؟ او از او ار او ووز او وير. ووز او وير بتوع مين؟ الماضي. لما اجي ادولك المره الجايه انا عشان هزود المره الجايه ايه بقى؟ ام او از او ار او ووز او الفيرب تو بي هم 5 اصلا، ام واز وار ووز وير. هتدور عليهم، لقيتهم ودوهم منفيين، ده لو لقيتهم مثبتين. طب لو لقيتهم منفيين ودوهم مثبتين. طب ما لقيتش ده ولا ده، في المضارع البسيط بتجيب مين ومين؟ دو او داز. بس انت هتلاقيه مثبت توديه منفي، لان لو هو كان اصلا منفي هيكتب لك دازنت. راحت فين؟ هيكتب لك دازنت توديها داز عادي. ايه تاني يا رب؟ خطوات حل لسؤال المحادثه. اول حاجه بص قبل الايه، عشان لو لقيت ايه دو او داز او ديد او ويل اختار الفعل فيل والنفي بتاعهم برضه. الخطوه الثانيه حدد زمن ايه؟ بالكلمات الايه؟ الداله. بعد كده افتكر ايه؟ التكوين. الضمائر خلي بالك منهم. على فكره لما اجي اشرح لك المحاضره الجايه بتاعت الماضي البسيط تافهه كده، تافهه ليه؟ لو انت فعلا ما بتنافقش وتنافقنيش وفعلا فهمت السؤال مزيل. اشمعنى يا مستر؟ اصل الزمن اللي جاي اقسم بالله اقسم بالله انا هسهله لك فوق ما تتخيل، بس اللعبه دايما هتكون معايا في السؤال المزيل. السؤال المزيل بتاع زمن الماضي البسيط يا لهوي على السهوله طالما انت فهمت السؤال المزيل النهارده. السؤال المزيل نفس القصه. يقول لك هنا ايه؟ بص هنا زي بليد تنس. انا مش بشرح، حتى لو ما فهمتش اعتبر انا ما قلتش حاجه، ده اقول المره الجايه. اعمل سؤال ايه بقى؟ مزيل. طبعا هندخل زمنين في بعض، لازم تحدد زمن الجمله صح. هنا في فيرب تو بي. هو مين الفيرب تو بي؟ هم 5، افتكرهم كده 5. هم ايه؟ ام واز وار ووز وير. هم دول الفيرب تو بي. في منهم موجود؟ لا. طالما ما فيش ولا واحد فيهم موجود لازم تحدد زمن بقى لايه؟ الجمله. ما انا هديك المره الجايه زمن. طيب الجمله دي في زمن ايه؟ حد عارف؟ ده ماضي. عرفت منين يا مستر؟ ما تلخبطنيش يا مستر، لان ثبت المعلومه في دماغي. والله انا اسف معلش، انا المره الجايه هعيد لك بقى الزمن الجديد اللي هو الماضي البسيط، بس مش عايز الخبطك. هو هنا الفعل اخره ايه؟ الاي ده لما اشرح المره الجايه ده بتاع الماضي، وبيقول لك زمن الماضي. عارف الماضي ايه؟ ولا دو ولا داز؟ ايه بس؟ ديد بس. يعني انت لو ما لقيتش ولا ام ولا از ولا ار ولا وز ولا بتجيب دو ولا داز، ولا دو ولا داز بيجيب ايه بقى؟ ديد. يبقى انت المره اللي جايه مطلوب منك تكون شاطر جدا في تحديد زمن الجمله. المره اللي جايه لازم تكون شاطر جدا في تحديد زمن الجمله. احدد زمن الجمله عن طريق كلمات الايه؟ او شكل الفعل. الفعل لو اخره حرف الايه او ايه؟ ده مين ده؟ وش. لو اخره ايه؟ ده ايه بقى؟ ان شاء الله مشروع المره الجايه ده ماضي. فانت تبقى شاطر جدا في تحديد زمن الجمله، ولكن قلت حاجه وما تتلخبطش، فكك من ده. انا المره اللي جايه باذن الله هديك بقى الماضي البسيط، ولو انا مشيت بالنظام اللي انت بتقول عليه ده يبقى انا يا جماعه هخلص المنهج في 5 محاضرات. ماشي يا جماعه؟ اي حاجه عايز اقول الامتحان ايه؟ هشيلها اهو عشان ما حدش يصورها اهو. انا قلت ان في امتحان صح؟ بعد الحصه طبعا عشان المشكله بس في الجروب، مش انتوا عاملين جروب؟ ايوه مع حبيبه. هبعت لحبيبه. انا عملت امتحان الاونلاين امبارح بالليل الساعه 10 كده ولا حاجه، ما انا ما نزلتش عشان مش في الجروب. عامله اونلاين 10 اسئله على دول. الاجابه هتلاقي في وشك على طول، يعني انت هتتسال 10 اسئله، جبت كمل 10 هتلاقي النتيجه في وشك على طول. بس بعد اذنك اكتب اسمك في الامتحان، هيطلب منك اسمك كذا وحل بقى. لو انا ما بعتش الامتحان او اتاخرت او في اي حاجه او ما دخلتش الجروب، الرقم تحت اهو، ابعت لي وانا هبعت لك اللينك، خش امتحن. الامتحان بقعد بقى اعيده مره واثنين وثلاثه، انت براحتك. ماشي يا سنه اولى ان شاء الله. المره اللي جايه يا جماعه انا مش هعيد، مش هرجع اعيد اي حاجه، مش هعيد اي حاجه، يعني اللي اتقال مره خلاص.